السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا في قناة أديك وصفة مع أم يحيى، وصفة حلوة قوي وخفيفة جدا. كيكة الطبقات أو كيكة قدرة قادر أو كيكة الكريم كراميل. كيكة طبقة كيك شوكولا مع طبقة الكراميل تحفة، كريم كراميل تحفة وناعمة. وصفة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة على الشعرة. مقادير بسيطة جدا، هتقدري تنفذيها بكل سهولة في بيتك وهتطلع معاكي ناجحة وهشة وخفيفة وناعمة جدا. يلا نسمو بسم الله ونبدأ مع بعض على طول. معايا هنا كوباية سكر حبيبات، الحبيبات الناعمة اللي قدامنا ديت، وهنزل بيها في طاسة على نار هادية، وهبتدي اسيبها عشان ابتدي اعمل الكراميل. وهعمل لكم بقى انا كراميل الاكياس اللي بتتباع مع الكريم كراميل الجاهز. كراميل اللي هيطلع معاكم ناجح جدا. وقولوا لي لو عايزينه في وصفة خاصة لوحده نعمله فيديو خاص بيه لوحده خالص. الكراميل صوص الكراميل الجاهز. بسيب الكراميل على النار، ما بحطش معلقة نهائي، بهز كده بس الطاسة بحيث ان يسيح السكر معايا على نار هادية من غير ما بضيف اي اضافات تانية خالص زي ما احنا شايفين كده. خطوة خطوة مع بعض لغاية ما بيبتدي السكر يدوب معايا كليا. وبهز وما بستعملش معلقة نهائي في الخطوة دي. اول ما بيدوب معايا السكر خالص كده بنزل بنص كوباية مية باردة عادي خالص. وما تقلقوش ان هو تكتل كده، هيفك معانا بالتقليب بالراحة وعلى نار هادية، وهيبتدي يفك معايا كل التكتلات وهيبقى بالشكل ده. وده صوص كراميل زي اللي بيتباع في الأكياس الكراميل الجاهزة. جربوا صوص الكراميل ده مظبوط قوي. هجيب الصينية اللي هستعملها في الوصفة وهنزل بصوص الكراميل بتاعي وهو لسه سخن. تمام. ومش هيجمد زي صوص الكراميل بتاع الاكياس، يعني هيبقى تقيل بس. تعالوا بقى نشوف الكراميل كريم كراميل اللي هنعمله معايا ازاي. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هنزل عليهم بظرف من الفانيليا. استعملي الفانيليا السائلة، الفانيليا البودر، النوع الفانيليا اللي انت بتفضليه. هنزل كمان بنص كوباية من السكر الحبيبات، هنزل بيهم على ال3 بيضات والفانيليا وهبتدي اخلطهم بالمضرب او بالمضرب اليدوي، مضرب كهربائي زي ما انت ما بتحبي، وهبتدي اخلطهم كويس قوي بالشكل ده. خلطنا السكر مع البيض والفانيليا. معايا 3 كوبايات من الحليب الدافي. حليب دافي زي دمعة العين، ماهوش سخن ماهوش بارد، هو دافي فقط. وببتدي اخلط تاني كويس قوي المكونات كويس جدا مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه كده. بخلط، وده الكراميل الكريم كراميل بتاعنا. معايا هنا الصينية، وابتدي اجيب مصفى واصفي علشان لو في اي تكتلات ما اتخلطتش تطلع في المصفى وما تبوظليش الكريم كراميل بتاعي. بصفي كده في الصينية بتاعتي الخليط كله. طبعا الرغاوي دي كلها في مصفى هتستبعدها، مش عايزاها. حتى لو ما فيش مصفى هتلمي الرغاوي دي بالمعلقة. فانا خلاص كده المصفى خدت الرغاوي، فخلاص انا مش محتاجة الم اي رغاوي بالمعلقة. تمام. هركن الكريم كراميل كده على جنب ويلا نعمله كيكة الكراميل. بس قبل ما اركنها هبتدي اجيب شوية زيت وفرشة وادهن الاماكن اللي ظاهره في الصينيه بالشكل ده عشان الكيكه بالشوكولا ما تلزقش فيها. فبدهن حروف الصينيه كده بزيت خفيف خالص بالفرشه. يلا نعمل كيكه الشوكولا مع بعض. معايا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وهنزل كمان بظرف من الفانيليا. فانيليا بودر، استعملي نوع الفانيليا اللي انت بتفضليه سواء سايله او بودر. استعملي نوع الفانيليا اللي انت عايزاه. هنزل كمان برشة من الملح، وكمان نص معلقة من الخل الأبيض بالشكل ده. وهنزل بكوباية إلا ربع من السكر الحبيبات. هسيب كل المقادير في صندوق الوصف، ارجعوا شوفوها. وهبتدي دلوقتي أخفق أضرب البيض والسكر والفانيليا والملح والخل. هضربهم كويس جدا ولغاية ما أتأكد إن كل حبيبات السكر دابت. سكر حبيبات ناعمة مش بودر. وابتدي اضرب لغايه ما يتضاعف حجم البيض ويفتح لونه، ويتاكد من ان السكر داب خالص. بصوا لونه بيفتحها خالص ازاي، بيض خالص معانا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. بستمر في الضرب على سرعه عاليه. هنزل دلوقتي بايه؟ هجيب دلوقتي كوبايه الا ربع من اللبن او الحليب، كوبايه الا ربع
من الحليب. تمام بالشكل ده، وابتدي اخفق تاني، اضرب المكونات تاني مع بعض. كيكاية حلوة قوي وطريقة سهلة جدا، ان شاء الله تقدروا تنفذوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات. هنزل دلوقتي بالدقيق، وهو عبارة عن كوباية ونص من الدقيق. بنخله واتأكد من المكونات بتاعتي ان هي لازم تبقى منخولة كويس جدا، وظرف من البيكنج باودر، وكم بنخلها برضو كويس جدا، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وتختاري نوع كاكاو نضيف او كويس ماركته تكون حلوة، ولازم يتنخل. شايفين التكتلات بتاعت الكاكاو؟ لازم انخله. كل مكونات لازم تفوت على المصفى الاول او المنخل الاول بالشكل ده، وابتدي اخفق على سرعة هادية قوي، او استعمل المضرب اليدوي. والافضل تستعملي المضرب اليدوي لو خايفة ان الكيكة تهبط منك، او تستعملي اول درجة في المضرب. هنزل كمان بربع كوب من الزيت، وانا بضرب كده ربع كوباية من الزيت، وهسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. خلصنا كده الكيكة بتاعتنا، خليط الكيكة. بصوا القوام ده بتاعها. ممكن تستعملي المضرب اليدوي، لما تضيف الدقيق والمواد الجافة الافضل استعملي المضرب اليدوي. هنزل بالخليط بتاعي فوق الكريم كراميل. بصوا فجأة كده كل حاجة هتنفصل لوحديها لما يدخل الفرن. الكراميل اللي تحت والكيكة فوق، بجد كيكية ممتازة. هجيب معايا صينية ألمونيوم، انزل بمية مغلية، وهنزل كمان بمعلقة من الخل الأبيض عشان الصينية ما تسودش من المية المغلية. وهحط صينية الكيكة فيها، وهدخلها الفرن درجة حرارة 180 على الشبك الوسطاني. هتاخد حوالي 60 دقيقة وتكون مستوية. وطبعا بختبر بالخلة أول ما تستوي، هطلعها ونختبرها مع بعض، وعلى حسب نوع الفرن بتاعك. بصوا اول ما طلعت من الفرن ده شكلها، خدت من 55 دقيقة ل60 دقيقة. انت على حسب الفرن بتاعك هتاخد السوا. هجيب خلة او شيش او كده، وابتدي اختبرها بالشكل ده. تطلع نظيفة زي ما انتوا شايفين، نظيفة خالص. لازم تهدى خالص وتبرد وتدخل تبيت في التلاجة. انا هسيبها للصبح، انا عاملاها بالليل، هسيبها للصبح. يعني اقل حاجة من 4 ل6 ساعات في التلاجة. واول ما تاخد راحتها وتبرد، هنرجع نقلبها ونشوف شكلها النهائي هيكون عامل ازاي مع بعض. بصوا طلعتها من التلاجة، قلبتها. بصوا الشكل، بصوا الجمال. ما اقولكمش، كيكايه فوق الرائعه، ناعمه، كريم كراميل ناعم، كيكايه هشه خفيفه. بجد وصفه ناجحه 100%. جربوا الطريقه بتاعتي، جربوا المقادير المظبوطه على الشعره، بجد هتنجح معاكم من اول مره. كيكايه ممتازه، طبقات جميله جدا، طبقات هشه وخفيفه وناعمه. بجد هتعجبك، هتعجب اولادك، هتعجب ضيوفك. خطيرة. تعالوا نقطعه مع بعض ونشوفوا بقى شكلها من جوه، ونشوفوا قد ايه الكريم كراميل. انا عامله معاكم وصفه للكريم كراميل فيديو لوحده ناجح جدا وجميل جدا، هسيبه لكم في صندوق الوصف، ارجعوا شوفوه. الكريم كراميل لوحده من غير الكيكه دي. كيكه الكريم كراميل او كيكه قدره قادر. بصوا الطبقات، بصوا شوفوا النعومه، تحفه. حاجه جميله رائعه وجميله جدا، هتعجبكم قوي. بجد جربوها. صوص الكراميل اللي ناجح 100%. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي وتقولوا رأيكم في التعليقات. مستنية تعليقاتكم الجميلة. اشوفكم على خير حبايبي، يا رب الوصفة تكون عجباكم. مستنية تعليقاتكم، وارجعوا شوفوا فيديو الكريم كراميل كمان. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.